السلام عليكم، يا مساء الخير يا مساء النور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كما تشوفوا اليوم جبت لكم مسكوتشو شوكولا اقتصاديه كما راكم تشوفوا فيها بزوج حبات تاع بيض، وانما المول ثاني راه ماهوش كبير، راه من حجم الصغير. كما راكم تشوفوا هنايا عندي ربع كاس تاع زيت، عندي نصف كاس سكر، نصف كاس حليب، عندي ملعقه اللي راكم تشوفوا فيها كبيره تاع نشا، والملعقه الاخرى تاع فانيليا ماهيش كبيره بزاف، رشه تاع ملح، زوج بيضات، وكيس خميره كيميائيه، وملعقه تاع خل. والفرينه راني درت كاس تاع فرينه، ما كثرتش يعني على حساب البيض. هذا هو المول اللي خدمت به. جاي اصغر من المول تاع الكيكه الفانيليا اللي درتها الخطره اللي قبلها، ودرتو في الميني اشوار ماهوش كبير. ايضا هذا راه ماهوش نفس النوعيه تاع الاشوار اللي درت فيه الكيكه الاخرى، هذا يهز كميه قليله. هذا ندير فيه حبه تاع بصل، حبه تاع طماطيش، ديما حطيته على ايدي نخدم به ندوزن به ولا ندير به الطياب العادي كيما راكم تشوفوا هنايا. اللي عاده كيما هو ولا خلاف ولا، المهم اشوار، تفتح الاشوار تاعها وتسمي بسم الله. هذه درتها اليوم الجمعه مع الصباح مع 7:30، 8:30 حطيتها كيما راكم تشوفوا، قهويت بها الولاد. درت زوج بيضات، درت نصف كاس تاع السكر، وخلطتهم مليح بالميني اشوار كيما راكم تشوفوا. خلطتها مليح حتى نذوب السكر كما قلت لكم، نفس الطريقه تاع الخطره اللي فاتت. السكر لازم يذوب لك بتكون عمليه ناجحه تاع الخطوات اللي تخدمي بهم الكيكه نتاعك. خلطتهم مليح مليح حتى نذاب لي، ومن بعد هزت الخطوه الثانيه اللي هي زدتلو نصف كاس، ربع كاس تاع الزيت. بعد ما حركته مليح درت ربع كاس تاع زيت. يعني نديرلكم في الفيديو يعني تقريبا ما فيهش مونتاج بزاف، ما فيهش شكليات، استمت على المباشر كما راني خدمت في داري. يعني بعثت لكم الصوره مباشره تقريبا كما راكم تشوفوا هنا. زدت نصف كاس تاع الزيت، ما درتوش على خير، درتو مره واحده وخلطت كما راكم تشوفوا هنايا. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وهنايا زدت نصف كاس تاع حليب، والحليب راني درتو دافي مش متوسط ولا بارد، بصح دافي شوي اكثر من النصف. هذا نصف الكاس تاع الحليب كما راكم تشوفوا درتو، وزدت خلطته بنفس الطريقه. وانما كي ديري ثاني نصف الكاس تاع الحليب كما قلنا ما تخلطيش ياك، ملي ذوبت السكر وخلطتي مليح المره الاولى، العمليات التاليه راك ديريها بالتدريج، ولكن مش ديك الطريقه اللي ديري بها المره الاولى السكر والبيض. كما راكم تشوفوا هنايا غربلت الباكي تاع الخميره، يا اخي قلت لكم زوج بيضات باكي تاع خميره. كما راكم تشوفوا درت ملعقه كبيره تاع نشا، هذه هي، وملعقه متوسطه ولا صغيره تاع فانيليا، خاطر هذه المسكوتشو هاي فيها الكاكاو، والكاكاو راح يقضي لك على اي بنه زياده. هنا زوج ملاعق تاع كاكاو كبار، ورشه تاع ملح. الكاكاو هذا نوعيه جيده بني، وبني غامق ماهوش بني فاتح. كي تروحوا اللي يبيع هنايا ثاني ايضا درت كاس تاع فرينه كما راكم تشوفوا، كاس فرينه. هذا العبار نورمالمون هذا الكيسين كامل عندنا احنا الجزائريين، كاس ام وليد كما نسموه. تقريبا عندنا كامل. هيا هذا الكاس راكم تعبروا به تجيكم كلش سهل. غربلتهم مليح المكونات اللي شفتوهم قبل، ومن بعدها ثاني درتهم في الاشوار. بعد ما خلطتهم كما راكم تشوفوا درتهم في الاشوار اللي بديت فيه المره الاولى. يعني هذه راكم ما ديريهاش كاع في الباسينه ولا في صفحه كبيره ولا اللي راح تخدمي فيها ديريكتومون، تخدمي في الاشوار. اللي تحب ثاني ما تكثرش المعين على روحها راها درت لافير هنايا. كما راكم تشوفوا خلطت ثاني المكونات الجافه. كما قلت لكم راني علم مباشر، راني نخدم وانا نصور لكم، ما درتش تحضيرات مسبقه باش نصور لكم. ان شاء الله اللي تدي ولو نقطه استفاده، ولو معلومه يعني تفيدها، ما تخليليش الفيديو هكذاك بلا ما دير لي جيم وتخرج. ديروا لي جيم اذا لقيتوا روحكم استفدتوا ولو بمعلومه بسيطه. ربي يخليكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا ثاني درت ملعقه تاع خل، كان عنديش الخل العادي، درت خل التفاح، درت ملعقه هذه المتوسطه فوق الصغيره شويه. المهم كما راكم تشوفوا خلطتهم وزدت لهم فنجال تاع ماء سخون.
نعاود لكم فنجان تاع ماء سخون يغلي كيما راكم تشوفوا فيه، وخلطتها. حبيت نجرب هذه الطريقه اسكو تنجح لي ولا لا. نجحت لي عادي مليار كما يقولوا. تقدروا تجربوها بلا تخوف. وهنايا ثاني جربت هذه الطريقه اللي راها ترند، ملعقه تاع كاكاو وملعقه تاع فرينه وملعقتين ولا 3 تاع زيت، على حسب المول تاعك صغير ولا كبير. خلطتهم مليح مليح ودهنتهم بالبانس. راح تخرج لك ثاني المسكوتشو تاعك بطريقه، يعني راح تزلق، ماهيش راح تتنح ولا ديريكتومون تقلبي المول تاعك على الشباك، تخرج لك بسهوله بسهوله اكثر من تاع الزبده. تحبي تعتمديها والله تخدمي بالطريقه العاديه تاع بكري اللي مافين بها نتيا واش تحبي. المهم اللي مشات في يدك ديريها. بصح انا نحب نجرب وحوايج تستحق التجربه. علاه لا كي تشوفي حاجه وتشيقي فيها جربيها، ماهيش خساره. جربتها وكانت ناجحه. كما راكم تشوفوا دهنت كامل المول تاعي بهذا الخليط ولا المزيج باش ما تلصقش المسكوتشو في المول. وتخرج لك ثاني ما فيهاش الشهوبه تاع الفرينه، لانه هذه هي مسكوتشو تاع كاكاو ماهيش مسكوتشو تاع فانيليا. عليها تقدر ديري هذه الطريقه في الكاكاو، اما في العاديه ما جربتهاش. كي تجربها راني راح نبارطاجيها معاكم. كيما راكم تشوفوا السائل تاع الخليط هاني راح نديرو هنا ثاني في المسكوتشو في المول. هنا راه جاتني خفيفه بزاف هذه المسكوتشو. تحبي تزيدي شويه ثقليها تزيديها ربع كاس، يعني درت كاس فرينه تزيدي ربع كاس مع ملعقتين تاع كاكاو. تحبي تخليها كيما درت انا جاتني هايله. وهنا درت لهذه الطريقه باش تنح الفقاعات اللي تجينا لداخل في المسكوتشو والفراغات اللي تجي ياسر. ديريها بهذه الطريقه راح تتفاديها كامل. سخنت الفور كالعاده ربع ساعه قبل الوقت، ودخلت المسكوتشو تاعي كيما راكم تشوفوا فيها في الرف الوسطاني على درجة 180. والمدة اللي شدها لي هذا المول صغير 25 دقيقة فقط من تحت، وزوج دقائق ولا 3. يعني ما كيش راح تفوتي نص ساعة وطيبيها. زوج دقائق ولا 3 شعلت لها الفونتيلاتور تاع الفور، راها تحمرت لي وطلعت لي كيما راكم تشوفوا. تقريبا درت لكم كامل المراحل اللي طابت لي فيها هذه المسكوتشو كيما راكم تشوفوا فيه. كيما راكم تشوفوا وطابت لي قلت لكم نص ساعه 5 دقائق باش برك تحمر لي. وهنايا كيما راكم تشوفوا التصوير ما كنتش كامل عارفه باللي راه التليفون يصور لي بهذه الطريقه. المهم البدايات راكم شفتوها تاع الطريقه والنهايه ان شاء الله. ثاني كاين الفيديوهات الجايين او المقاطع التالية تاع الفيديو هذا راه موضحه اكثر. كما راكم تشوفوا هنايا قلبت المول تاعي في الشباك، قلت لكم طريقه سهله اذا راني نصور بها، واليد الثانيه قلبت بها، يعني ما احتجتش كامل باش نقلب في زوج. هنا كما راكم تشوفوا تحمرت بيان كوم يلفو. تحبي تنقصي في الحموره نتاعها، تحبي تخليها كيما هكتي واش حبيتي. المهم جات طالعه. اني نحكي لكم حتى الصور راها ماهيش مليحه في ذي اللقطات، بصح نعطيكم النتائج الطريقه والنتيجه والضمان. المهم تتبعي نفس الخطوات كما حكيت لكم. كما راكم تشوفوا هنا نقسم فيها على المباشر كما قلت لكم. افطرنا بها مع 8:30. خفيفه ظريفه. مقادير ماهيش بزاف وناجحه. المهم تعود حاجه ناجحه كما قلت لكم ديما. لا جربنا الحاجه وما نجحتش راح نحسوا بالعجز وما نقدرش نطيبوا مره اخرى نقولوا بالك ما تنجح بالك هاك بالك هاك. بصح كي طيبي حاجه وتنجح لك راح تتحفزي باش تزيدي تطيبي مره اخرى. كما راكم تشوفوا هنا راني نوري لكم وقلت لكم عذرا على المقاطع الفيديو هذه اللي راها مقلوبه كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تتحسن في المرات القادمه. وهنا كان شيخي بزوجة يعني في طريقة اللي حطينا فيها القهوة فطر معانا. درنا زيارة كما راكم تشوفوا عطيته وجربها وقال لي هايلة خفيفة وبنينة. وانتي حبيتي تزينيها بالشوكولا، حبيتي تزينيها بأي حاجة تحبيها زينيها، ما حبيتيش خليها كيما هكذا. المهم قلت لكم راه خفيفة ريشة. حبيتي تزيديها ملعقة ولا ملعقتين أي ربع كاس، حبيتي تخليها كيما هاك. هاني وريت لكم باللي رانا فطرنا بها. والباقيه كيما راكم تشوفوا حبيت ان نوريكم الهشاشه تاعها ولا الخفه تاعها.
هذا الفيديو والله هادو الانواع تاع الفيديوهات والوصفات اللي جربتها، والله راني معتمدتها، حبيت نبارطاجيها مع الناس اللي راها كيما نقولوا حنا ما تنجحلهاش الكيكات ولا. المهم هذه بعض اللقطات اللي قلت لكم، هشيشه روعه. وانتيا واش حبيتي ديري لوليداتك؟ حبيتي ديري هذه النوعيه تاع الشوكولا، حبيتي ديري النوعيه تاع الفاني. وكما راك تشوفي هنا عطيت لكم الميز تاع المول، جاي في القطر تاعو 16، والارتفاع نتاعو جاي 7 سنتيمتر، 16 سنتيمتر قطر و7 سنتيمتر علو ولا ارتفاع. باش معناتها اللي تحب دير وبنفس الطريقه ولا عندها نفس المول، هذه نفس تجرب نفس المكونات ونفس المقادير، راح تخرج لها 100%، وتطلع يعني فعلا تطلع في درجة اللي تكونوا بالك مرات اللي فاتت ما خدمتوهاش، تطلع لكم روعة روعة روعة.